ونقول أهلًا بيكم في فيديو جديد، وحشتوني أوي، ده رسميًا أول فيديو على اليوتيوب بعد غياب أكتر من سنتين، بجد وحشتوني أوي، أوي، وعايزة أقول لكم أنا حاطة الكاميرا بقى لي شوية واللي هو مش مصدقة بجد رجعنا نصور تاني ونتكلم مع بعض تاني، و ووحشتني أوي فيديوهات اليوتيوب الطويلة اللي بنقعد نتكلم فيها كتير وأتكلم فيها براحتي، وأنتم بجد عيلتي التانية اللي وحشتني أوي، 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 وعايزة آخدكم بالحضن واحدة، واحدة. النهارده هنعمل مع بعض look makeup سهل جدًا، بسيط، هاشرح كل حاجة للمبتدئين، فركزوا معايا كويس جدًا، ويالّا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا، وبجد وحشتوني قد الدنيا. يالّا بينا نبتدي. والأهم من الشغل تضبيط الشغل. لازم أجيب المَيّة بتاعتي جنبي، ونفتح التكييف علشان يكون الجو حلو كده، ونعمل makeup بروقان. وأول حاجة هنبتدي بيها الskin preparation تحضير البشرة قبل الmakeup. هاستخدم Ultra HD Skin Booster من Makeup Forever، وهاحط 2 or 3 drops نقطتين أو 3 بس على البشرة، علشان أحسّن من قوام وملمس الfoundation، لإن أنا بشرتي جافة شوية الفترة دي، مش عايزة الfoundation يعلّق شوية معايا. وبعد كده هاستخدم البرايمر ده اسمه Good Grip من Shiglam. بصراحة أنا ما حبيتهوش أوي للبشرة الدهنية والمختلطة، هو كويس للبشرة الجافة بس حطّوا منه كمية صغيرة جدًا، لإن لو حطيتوا منه كمية كبيرة للأسف باحسه بيعمل طبقة بينه وما بين الmakeup، وبيطرد الmakeup بيخلّي الfoundation ما يمسكش كويس في البشرة، على عكس الإعلانات اللي باشوفها. فخلّي بالكم لو هتستخدموه استخدموا منه كمية صغيرة جدًا ووزعوها كويس على البشرة. بعد كده هنستخدم الواكس ده، وهاثبّت بيه الحواجب لفوق، علشان أنا عايزة أتخّن حواجبي شوية بس في نفس الوقت يكون شكلها طبيعي جدًا، أنا مش باحب أغيّر شكل الحواجب بتاعتي خالص. وهنستخدم brush نضيفة، وأهم حاجة تكون نضيفة، ما ينفعش أستخدم brush للحواجب فيها بواقي wax ناشفة أو wax قديمة، لإن ده كفيل إن هو يبوّظ المنظر ويعمل تكتلات في شعر الحواجب، ونرجع نقول الحواجب شكلها مش حلو وفيها تكتلات، لإن المشكلة دي شائعة باشوفها كتير جدًا مع طلبة الكورسات بتاعتي. أهم حاجة الفرشة تكون نضيفة، نوزّع الواكس بالشكل ده قبل ما ينشف لفوق علشان يتخّن الحواجب شوية. وبعد كده هاستخدم الفاونديشن المفضل بتاعي من NARS، والدرجة بتاعتي L3. وزي ما أنتم شايفين أنا دايمًا باحط الفاونديشن في palette برّه، وبعد كده باخد بالبرش وأوزّع طبقة بسيطة جدًا على البشرة. وهو درجته مش فاتحة أوي ولا حاجة، هو بيحصل له oxidation درجة واحدة، وأنا كمان هاستخدم bronzer على البشرة، فاللون في الآخر هيبقى طبيعي جدًا don't worry. ما تقلقوش هو مش فاتح أوي. وزي ما أنتم شايفين أنا باوزّع الfoundation في اتجاه واحد بالشكل ده بفرشة flat، علشان عايزة أحط كمية بسيطة جدًا، كمية رقيقة أوي، ما أحسّش في الآخر إن أنا حاطة foundation على وشي، واحافظ إن الtexture وملمس البشرة يفضل طبيعي. شايفين باحرّك إيدي بالشكل ده في اتجاه واحد بس، وأتأكد إن الfoundation دخل في كل الخطوط وكل الزوايا زي جنب الأنف مثلًا. وبعد كده باوزّع بالbeauty blender علشان أشيل أي زوايد من الfoundation، وكمان أساعده إنه يدخل في الخطوط والمسامات بتاعة البشرة. وخلّونا ناخد فاصل إعلاني كده بسيط، وعايزة أعرّفكم أكتر عن البرنامج الشامل لتعليم الmakeup في 4 أسابيع فقط. إحنا دلوقتي عاملين program لتعليم الmakeup الشخصي في 4 أسابيع، بتتعلمي كل حاجة من البداية للاحتراف وأنتِ في بيتِك. بنتعلم مع بعض كل حاجة من أول مسميات الفرش وأنواع البشرة، ونتعلم نطبّق مع بعض 8 لوكات makeup بشكل احترافي. والcourse دلوقتي على الموقع بتاعنا، وهاسيب لكم اللينك بتاع الموقع في الdescription box. وده شكل الموقع، وتقدروا كمان تشوفوا الreviews. معانا دلوقتي أكتر من 3000 مشتركة في البرنامج، وحاليًا إحنا هنعمل خصم crazy offer علشان الجمعة البيضا، وكمان في سياسة استرجاع كامل للفلوس بتاعتِك خلال 5 أيام لو أنتِ غير راضية عن البرنامج، فممكن تشتركي وتجربي وإن شاء الله تنبسطي جدًا، 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 جدًا. سجلوا هنا البيانات بتاعتكم، ولو عندكم أي سؤال الفريق بيتابع معاكم. البرنامج عبارة عن جزئين، جزء مسجل متاح معاكِ مدى الحياة عبارة عن 125 فيديو تعليمي، وجزء بيكون live مباشر أنا وأنتِ فقط، بنقعد مع بعض في جلستين live نطبّق الmakeup مع بعض عملي خطوة بخطوة، علشان تصلّحي أي أخطاء وتقدري تسأليني سؤال مباشر في أي وقت. فلو حابة تشتركي هاسيب لكم اللينك، وكمان بتاخدي شهادة معتمدة بQR code. ونرجع بقى تاني للlook بتاعنا، وزي ما أنتم شايفين شكل الfoundation طبيعي جدًا، وأنا
فأنا باحب بصراحة الفترة دي أوزّع الblusher بإيدي، خصوصًا لو كان creamy شوية، باستخدم إيدي في الدمج زي ما أنتم شايفين علشان الحرارة بتاعة الإيد بتسيّح شوية وبتدمج الفورمولا بتاعة الblusher، فبتدّيني في الآخر شكل طبيعي جدًا. وبعد كده هاستخدم القلم الحواجب المفضل بتاعي من SHEGLAM. القلم ده يعتبر البديل بتاع Benefit. أنا كنت باستخدم Benefit لمدة 3، 4 سنوات مثلًا، وبعد كده قررت إن هو لأ، ده يعني يعتبر البديل ليه وبيدّي effect حلو أوي، وكمان ثابت جدًا للناس بشرتها بتعرق كتير أو تشتكي إن القلم بيسيح. وبعد كده هاستخدم البرونزر ده من Glow Wish من Huda Beauty، وهاوزّعه بفرشة fluffy على الأنف، وزي ما أنتم شايفين الدرجة بتاعته طبيعية. أنا باحب أدفّي البشرة أكتر، هاستخدم البرونزر هنا ككونتور، وهاحطه على الأنف، وهاحطه على كسرة العين بالشكل ده، علشان عايزة أبيّن الملامح بتاعتي أكتر من غير ما أحس إن في حاجة غامقة فجأة، أو يعني لأ، أنا عايزاه يكون ملامح واضحة بس بشكل طبيعي جدًا. فأنا باحب أستخدم البرونزر أكتر من الكونتور، وزي ما أنتم شايفين بيضيف دفى للوش، وفي أهم حاجة ما يبقاش الدرجة بتاعته غامقة جدًا أو الدرجات اللي على grey، لإن هي باحس إن هي بتخلّي شكل البشرة متوسخ، وأنا دي أنا خايفة التربون تتوسخ. باخاف أوي ييجي عليها foundation أو powder، باتضايق. وهاحط شوية كمان على عضمة الخد بالشكل ده علشان أنحت الوش ويبان بقى إن أنا إيه، شكلي حلو كده. وبعد كده هنحط highlighter على أعلى نقطة في الخدود. التكنيك اللي هاستخدمه النهارده للعين هو هنستخدم الeye patches stickers تحت العين، وده تكنيك للبنات اللي ما بتعرفش ترسم eyeliner وما بتعرفش تعمل makeup للعين أساسًا. هنستخدم palette الeye shadow بتاعة Huda Beauty Pretty Grunge، وهنستخدم فرشة. بُصّوا التكنيك ده سهل جدًا، هاخد فرشة صغيرة اسمها pencil brush، وهاخد لون غامق كeyeliner هامشي بيه خط زي ما أنتم شايفين بالpatch، وبعد كده هاخد لون أفتح شوية، وهابتدي أوزّع اللون الغامق في الاتجاه يمين وشمال، يمين وشمال، علشان أدمج اللون الغامق بشكل كويس جدًا. وبعد كده هاخد لون أسود وأحطه على طرف الأيلاينر خالص بالشكل ده. الطريقة دي حلوة للبنات اللي فشلت إن هي ترسم أيلاينر أو ما عندهاش وقت. وبس كده بنشيل الpatch، وزي ما أنتم شايفين بُصّوا أيلاينر سريع في أقل من ثانيتين، وفي نفس الوقت يعني ما خدش مننا أي حاجة. وبعد كده هنستخدم الlashes دي، والlashes دي هاقول لكم عليها بعدين علشان الlashes دي مفاجأة كبيرة. هو يعني الlashes دي بتاعتي. هاعلن عنها قريب إن شاء الله، ودي أحلى lashes ممكن تستخدموها، إن شاء الله هاعلن عنها في خلال شهر. super natural طبيعية جدًا زي ما أنتم شايفين. بُصّوا أنا باكره الlashes الطويلة أو الكثيفة، هي بس شكلها طبيعي جدًا وخفيفة جدًا mink على العين، مناسبة للبنات اللي عينيها حساسة. وزي ما أنتم شايفين ده شكل الرموش قبل وبعد، يعني شكلها طبيعية جدًا أكنها يعني رموش طبيعية حاطين عليها ماسكارا كتير أوي. وهناخد نفس اللون بتاع الeye shadow ونوزعه على جفن العين السفلي، ودي طريقة النفخة الكدابة، بس أنا ما باحبش الاسم ده. في makeup artists كتير أوي بيسموها النفخة الكدابة، بس هو عادي يعني ولا نفخة ولا كدابة، هي شكلها حلو جدًا بتخلّي العين أوسع. وبعد كده هنستخدم الblusher وأحطه على أعلى نقطة خالص في الخد علشان أسحب الوش لأكتر. لو أنتم حابين ترفّعوا وشكم بالblusher دايمًا خلّوه على أعلى نقطة خالص في الخد، ولو حابين إن وشكم يكون مدوّر أكتر، لو وشِك طويل يبقى تركّزي الblusher يكون زي حرف الW يعني على الوش، وكمان جوّه شوية على الخدود، وممكن تحطّي منّه كمية بسيطة على الأنف. وأنا ساعات باحب أحُط الblusher شوية فوق الحواجب علشان يدّي الوش شكل نضارة كده وشكله طبيعي وحلو. وبعد كده هاستخدم القلم ده من The Body Shop، والقلم ده لذيذ أوي ممكن نستخدمه كeyeliner وممكن نستخدمه هو يعني multi function pen. أنا باحب أستخدمه أوي كlip liner، ولونه كمان طبيعي جدًا. هاعمل شوية يعني overlapping، هاطلع شوية برّه خط الشفايف علشان أكبّر شفايف شوية. وبعد كده هاستخدم الlipstick ده درجتي 65، وزي ما أنتم شايفين هو شكله طبيعي جدًا. أنا الفترة دي بقيت أحب أوي الروج على nude، مع إن أنا زمان كنت باكره كنت باكره الدرجات دي جدًا، كنت لازم أحط pink يا pink يا أحمر. بس حاسة إن أنا نضجت شوية. بقيت أحب الدرجات اللي هي على nude. وبعد كده هاحط الhighlighter، وأنا يا جماعة باحب الhighlighter جدًا، 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 جدًا يعني بُصّوا باحبه.
بيدّي الوش كده لمعة حلوة أوي خصوصًا في التصوير. خصوصًا لو أنتِ هتتصوّري بالليل أو رايحة مناسبة، فحُطّي highlighter، حُطّي highlighter ما يهمكيش. بس أهم حاجة ما يكونش في glitter كتير علشان ما يبقاش شكله fake. وهو ده الfinal look. قولوا لي بقى رأيكم في الcomments، وقولوا لي إن أنا صالحتكم بفيديو حلو، وقولوا لي رأيكم في التصوير وفي الcontent الجديد. الفترة دي إن شاء الله هنتعلّم مع بعض techniques makeup جديدة كتير جدًا لأي حد مبتدئ. وطبعًا لو حابين تنضموا للبرنامج بتاعنا هاسيب لكم الlink في الcomments، تقدروا تتواصلوا مع الفريق بتاعي لو حابين تتعلموا الmakeup من البداية للاحتراف. هاكون مبسوطة إن أنتم تنضموا لينا. وبس كده، ما تنسوش تعملوا subscribe أهم حاجة للقناة. بس كده، أشوفكم الفيديو الجاي يوم الجمعة اللي جاية، وبس كده، أشوفكم على ألف خير وباي باي.